نزلت بالمطار بس عشان أقول لكم القصة هذه مرة عجبتني. بنات مهم إنك تسمعينها للناس اللي فشلوا في حياتهم، للناس هذه يا حبايبي قصة أبو سلطان. من هو أبو سلطان؟ أبو سلطان هذا يقول كانوا خوالي تجار، لدرجة إني كنت أسمعهم يقولون يتغدون يقول كنت وأنا صغير أسمع خوالي يقولون إن رجل الأعمال يفطر بديرة ويتغدى بديرة ويتعشى بديرة. شلون ما أدري. يقول وصلت الثانوي تخرجت، يقول كنت فاشل جدا، ماني يم الدراسة، أهلي شروا لي أكشخ سيارة، همي مطارد يقول سجلت بالجامعة درست وفشلت وطلعت منها. ربعي يقول كملوا وخلصوا وتخرجوا وصاروا أفضل مني. يقول كنت أجتمع مع ربعي بالشاليه ولا بالاستراحة وكذا، فإذا تناقشنا بموضوع وأبديت رأي يقول أنت إيش عرفك أنت حتى الثانوي، أنت حتى الجامعة ما خلصت. يقول تخيلي 4 سنوات الجامعة هذه كنت فيها كل حياته، ربعي تخرجوا وتوظفوا وأنا على حالي. يقول قررت إني أشتغل. يقول اشتغلت بشركة النفط بالكويت، طبعا هو كويتي أبو سلطان هذا، اشتغلت بشركة النفط بالكويت. يقول كان رئيسي هندي، يقول الشغل كان كارف 12 ساعة وكله أجانب. يقول أنا وكويتيين بسيطين اللي نروح، يقولوا الشغل كان عذاب، تروح للبترول يعني آبار البترول تحفر وكذا. يقول الآن اللي فيني ما سمحت لي أني أشتغل ويكون رئيسي هندي أو كذا ويتأمر علي ويصارخ علي وينافخ علي. طلعت. المهم يقول طلعتي من الشركة هذه كانت خيرة. يقول طلعت وخلاص أنا ناوي أصير رجل أعمال. يقول أول شيء فكرت فيه إني أفتح محل. إيش المحل اللي افتحه؟ يقول أول محل فكرت أفتحه محل فيديو لأني أحب الأفلام والأكشن وكذا. يقول فتحت محل فيديو. المحل الفيديو هذا كان فاشل بكل ما تعني الكلمة. لا يقول كان أسكر المحل هذا وافتح محل حلاق. يقولوا تتوالى المشاريع الخسرانة، أفتح محل وسكره خسران، أفتح محل. يقول ما كان عندي تصور، يعني ما كنت مفروض أني أدرس السوق، أدرس الموقع، أدرس إيش مطلوب مني. يقول بس كنت أفكر وأفتح محل وكذا. يقول للأسف ما كان أحد ينصحني، كل ما أفشل بشيء يقول يا أخي اشرك بالمحلات هذه، ارجع بس توظف، خذ راتب واستر على نفسك واقعد. يقول كان كل اللي حولي يحبطني، يعني يقول ما حد كان ينصحني إلا أمي وأبوي وولد خالي، يمكن يقول باقي كلهم محب. يقول وكملت بالمشاريع رغم أنه كان كل ينبهني لا تنسجن، لا يصير عليك ديون، لا مدري إيش. يقول كملت 8 سنوات من المشاريع الفاشلة. يقول سبحان الله عقب 8 سنوات من فشل المشاريع ربي سهل لي ويجيب علي فكرة ما كانت في بالي أبد، اللي هي إني يقول واشتغلت بهالمجال، أتعامل مع الطلاب وأبتعثهم وأدرس لهم لغة. يقول صارت عندي علاقات ما تتخيلينها من الناس، وصرت أسافر للديار اللي يعني أسوي فيها اللغة. يقول قمت أتفرج على العقارات وما العقارات وشون الواحد يمتلك وكذا. يقول وسعت مداركي من دراسة طلاب لغة إلى أني صرت أمتلك عقارات وما شاء الله أبيعها في الخارج. يقول والغريب سبحان الله تعالى أن ربي كيف يسهل لك الأمور بعد ما تعسرت. يقول كنت حتى بعد اللغة صرت أرسل ناس يتعالجون. يقول أي دولة أحد يبغى يتعالج فيها كنت أراسل المستشفى وأسوي أوراقه وهكذا. يقول إلى أن مرة كنت أستغرب من المرضى اللي يسافرون ويرجعون، يقول يرجعون ممتلكين شقق أراضي. وش السالفة يا ناس؟ وش عندكم؟ الحين بعلمكم الديرة اللي كانوا الناس يرجعون يشترون منها أراضي وشقق. تخيلوا إيش الدولة اللي كانوا الناس يروحون يتعالجون فيها ويرجعون متملكين شقق وأراضي. هنغاريا. يقول رحت بشوف هالهنغاريا. يقول يعني أنا كنت أرسلهم بس ما عمري رحت هنغاريا، ما أدري وش هنغاريا، بس أراسل مستشفيات هناك ومصحات ولا أدري وش. يقول رحت وسافرت لهنغاريا بشوف وش. يقول رحت وانصدمت بكمية الطبيعة والراحة النفسية اللي بهنغاريا والأراضي والعقار الرخيص. يقول فصرت أشتري من هنغاريا وبيع بالدبل، أشتري وبيع بالدبل. يقول ما أدري شلون كذا تسهلت الأمور كذا بشكل غير طبيعي. يقول وأي مبلغ يجيني من الشراء أروح أحطه في عقار في عقار في عقار في عقار. يقول بعدت عن مظاهر البذخ والسيارات والمدري إيش، يقول كله حطيته بعقار. لك وأنا صغير كان دافع لي إن أسمع أن رجل أعمال يتغدى في ديرة ويتعشى في ديرة ويتغدى في ديرة ويتعشى في ديرة ويفطر في ديرة. قلت لازم أسوي والله من العمل بدون لا أنا يعني أعزم إذا بسويها. صارت عندي أعمال مرة سويت قبل شهر
وكنت مسويها طبعا من زمان، لكن ذكرت عاصمة هنغاريا وتعشيت في ميلان وفطرت بعدها في باريس. يعني شوفي كيف بعد كم سنة من تفكيري في الأشياء هذه الله سبحانه. هو يقول لي يا هيون اذكري للناس أن أقوى جوانب ممكن تطلع فيها استثمار هي العقارات الخارجية والدراسة بالخارج. يعني هو ينصح. لا ما الله وفقني، صار قام يبين علي، صرت آخذ مكان بدل ما كانت مكاتبي أول صغيرة كذا 5 في 5 ومكتب واحد جوا مجمع، وصلت في الكويت وأفخم مكان بالكويت أكيد سمعت عنه في الصالحية. فأخوياي بدأوا ينتبهون يعني إنه والله إنه مشاري يا أبو سلطان مكتب وصار فيه موظفين. يعني الموضوع مو بس راعي محل ولا محلين، إنه تطور. وكنت أنا كتوم في شغلي، يعني كنت لما أقول أنا عندي شغل كانوا يضحكون وكان هم. صار لله الحمد إن من ينزل رواتبهم 10 الشهر ما حد عنده شيء يعني، ولا اقتصاد وكذا، وبفضل الله سبحانه وتعالى عندي. يفتخرون فيني أنا لما مثلا أطلع مكان يقولون ترى هذا مشاري كذا 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 عنده أعمال أو عنده، فصاروا هم يقدموني بفخر. الآن أحاول أقنع الناس أنهم يدرسون في المدارس والمعاهد ويتعلمون ويسافرون، لأن السفر فيه باب رزق كبير، في فرص. الواحد الأراضي اللي في هنغاريا هذه اللي أنا أخذتها القطع الكبيرة أخذتها من مصادر قوية، أنا من مزادات بنوك، فسعر الأرض اللي أنا أبيعها أصلا. باختصار قصة أبو سلطان قصة كفاح ما شاء الله، انتهى بإبداع وما شاء الله مليونير الآن، ما يسافر إلا بطيارات خاصة. الآن عنده ما شاء الله 7 فروع المكتبة هذا حق التسجيل وما التسجيل، وعنده عقارات ما شاء الله بكل الخليج، بمصر، بلبنان. ما شاء الله تبارك الله عضو في منظومة عالمية تضم المكاتب المهمة في المستثمرين اللي في سبحان الله. يقول انضمامي لهذه المنظومة عطوني فيها تخفيض 25%، فصار كل يجيني لأن تخفيضي أنا يعني أزين تخفيض. الأراضي اللي قلت لكم إياها في هنغاريا سوى مشروعين فيهم باعهم، مشروعين تخيلوا كاملين، أراضي كاملة في مشروعين انباعت. الآن عنده مشروع ثالث حق أراضي في هنغاريا تبعد نص ساعة عن فيينا. يعني أنت في هنغاريا تروحين نص ساعة تقهوين بفيينا وترجعين وعندك محطة قطار. كل الأراضي اللي شريتها قريبة من فيينا، قريبة من باريس، قريبة من ألمانيا، يعني يقول في السنتر شيء فظيع. غير أنك إذا شريتها من عنده تسجلها بالسفارة الهنغارية اللي في ديرتك، أو إذا أنت تجي هنا إذا تجي هنغاريا تسجلها بالسفارة حقتك. يعني كل شيء مرخص. أدري تحمست وتبون سنابة. اليوم هو يعني قبل يومين يوم تابعته كان بباريس، واليوم بيروح لندن بعد بطيارة خاصة. طيارة خاصة يا بلد. إذا راح لندن بيزور مدارس لغة ويطلعكم على السكن اللي يبون يدرسون عوايل، برامج ترفيهية تعليمية بلندن كلها. والخميس راح يكون إن شاء الله في هنغاريا بيوريكم الأراضي اللي قلت لكم عليها. سنابة ممتع مفيد مغذي، كل شيء بالحياة حلو سنابة، يعني ما راح تملين منه أبد ولا تحذفينه أبد، وراح يتوسع مداركك. أنا الحين بغير من الحلويات، مغيرة الله لا يعوقب شر.